بتعب قوي عشان اوصل للي انا فيه، بتعب قوي عشان احقق حلمي، بدوس على اي حاجه مهما كانت ومش طالع اصعب على حد، لان انا مش صعبان عليا نفسي وهحارب لاخر نفس في حياتي. اشعه رنين مغناطيسي على رجلي الشمال، اول مره اعمل اشعه على رجلي الشمال لان فيها وجع فظيع جدا بقالي فتره طويله جدا. عملت اشعه اول امبارح، قال لي في نسبه خشونه عاليه جدا في الركبه ولازم راحه بتمشي كتير. امبارح الاشعه اهي، امبارح اشعه رنين مغناطيسي على رجلي اليمين اللي بقالي سنه ونص بعاني منها، وخدت فيها قبل كده حقنتين بلازما وطلبوا ان اعمل جراحه فيها لان فيها مشاكل كبيره جدا في الركبه ورفضت. دلوقتي بتعالج علاج طبيعي ومش جايب اي نتيجه خالص خالص. النهارده اشعه مقطعيه على اليمين وعلى الشمال، بكره اشعه ثالثه ما اعرفش اسمها اشعه ايه. يوم 5 حقنه بلازما، يوم 5 حقنه بلازما، يوم 7 حقنه بلازما ثانيه، تمام. بعدها كشف عند دكتور تخصصي، بعدها تحويل بجواب توصيه من دكتور تونسي لدكتور فرنساوي متخصص في المواضيع دي كلها. النهارده الدكتوره قرأت التقارير بتاعتي في المستشفى بتقول لي انت ماشي ازاي؟ رجلك اليمين لا تصلح للمشي، لازم ترتاح. قلت لها الراحه عندي هو الموت بس، دي راحه بالنسبه لي، تمام. انا مش صعبان عليا نفسي وبقولها، وسالت نفسي امبارح ما نمتش طول الليل، امبارح كنت في حاله صعبه جدا طول الليل كاره الدنيا كلها، بس قعدت افكر في حاجه واحده، انا عندي حلم وطريق مشيت فيه، قلت قسما بربي لو رجلي اتبدلت بعضو صناعي لا هكمل، قسما بربي لو رجلي الاتنين اتقطعوا لا هزحف وهكمل، عشان ربنا اداني حاجه مش موجوده، ربنا اداني ابداع مش موجود عند حد غيري، ربنا اختارني انا اللي اكون ناجح في الحاجه دي او في الجزئيه دي، فلازم ابدع واحمد ربنا على ده اللي بيحركنا، ده اللي بيخلينا نحارب ده. فالحمد لله ده سليم، الحمد لله ده كويس، الحمد لله ربنا ابدع فيا فكر، بعرف افكر كويس، بعرف اسوق نفسي كويس، فالحمد لله على كل حاجه ربنا ابدعها في ده اللي يقدر يمشي الدنيا كلها، ده اللي ممكن يغير تاريخ، ده اللي ممكن يبدع. عاوز اقول رساله بقى للناس اللي راحت لصاحب المطعم اللي انا لسه بشتغل معاه وقالوا له ما بلاش تجيب حليم، قال لهم ليه؟ قال له اصل احنا نسمع عنه ان هو مش كويس، ما تعرفنيش ولا اتعاملت معايا ورايح تجيب في سيرتي ومفكر ان كلامك هيأثر فيا، مفكر ان الارزاق بتاعت ربنا وانا بسعى بكل قوتي. النبي صلى الله عليه وسلم جابوا في سيره السيده عائشه وصبر على الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى ما اتفقوش عليه، هيتفقوا عليا انا؟ تمام. وناس ستات تروح لستات تانية بعمل لهم شغل، بلاش حليم، تقول لها ليه انت تعرف عنه حاجه؟ تقول لا بس بلاش حليم لو جه في الموضوع ده مش هنكمل معاكم في الموضوع، تقول لها طب انت مش مهم تكملي بس احنا عاوزينه، احنا ما شفناش منه اي حاجه وحشه. اللي عاوز اقوله انا رقم واحد بفضل الله في اللي انا بعمله، انا ما درستش في مصر عشان اجي اضيع تعليمي ولا شهاداتي، انا حاربت سنه كامله عشان اوصل اللي انا فيه، سنه كامله ساعدت اي حد، واللي يقول اي كلمه يقولها، المهم ان انا فخور بنفسي وانا مش طالع اقدم صعبانيات، لان انا مش صعبان على نفسي، انا فخور بنفسي جدا باللي بعمله وهفضل امشي على رجلي لاخر لحظه، لان انا لو نمت يوم اموت حتى لو عندي فلوس اموت، ما بعرفش اعيش من غير شغل، ما بعرفش اعيش من غير ما اعمل اي حاجه في حياتي. عاوز اقول لكم كلامكم مش في دماغي خالص، الارزاق بتاعت ربنا. عاوز اوجه بقى، انا مش تبع حد، انا ولا تبع جمعيات ولا تبع اي حد، الناس اللي كلمتني من فتره طويله تعالى لنا واقعد معانا وشوفنا بنعمل ايه، انا طلبت منكم طلب واحد بس، اطلعوا اتكلموا عن اليوميات، عن استغلال المصريين في فرنسا، الناس كلها بتستغل المصريين، الجنسيه الوحيده المستغله اللي بتنصب عليهم بس المصريين، خفتوا تطلعوا تتكلموا، خفتوا على نفسكم تتكلموا، خفتوا من عبد يقطع عيشكم، الكبارات بتوعكم كباركم يقطعوا عيشكم، تمام، وخفتوا تطلعوا تتكلموا عن حاجه تخص لو واحد اتنصب عليه بس، تمام، مش فالحين غير في الكلام وبس، انا ماليش علاقه بحد ولا اختص حد، اللي على راسه واضح هيحس عليه، واللي راح للشركات اللي انا شغال معاها ويقول لهم يا احنا يا هما اختاروني انا بفضل الله، لان ربنا عاوزني اكون انا، فانت بتحارب قدره ربنا، يا ابن ادم لا تسالني رزق غد كما لم اسالك عمل غد، بتحارب مين؟ بتحارب ربنا. انا بسعى بكل قوتي وفيها تعب الدنيا كله وبسعى وبحارب وهوصل وهستموت على حلمي وهوصل. كل الناس المحترمه بجد، مدح الناس ما يخصنيش، من عاش بمدح الناس مات بذمهم، فانا ولا في دماغي حب الناس ولا مدح الناس ولا كره الناس، انا بسعى اثبت نفسي بامكانياتي وبديني وببلدي مصر، بس في سنه واحده اشهر انفلونسر في فرنسا كلها، واللي جاي تقيل قوي عليكم بامر الله. عارفين ليه؟ انتوا شاغلين نفسكم بواحد بينجح، هو مش شايفكم، اشغلوا نفسكم بنجاحاتكم بقيمتكم باللي انتوا عاوزين توصلوا له، علشان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، ربنا اداك 1440 دقيقه، ربنا اداك 86400 ثانيه، الحق تستغلهم صح، تمام. واي حد بيتكلم عليا والله ما في دماغي، واي حد بينقل لي كلام والله ما في دماغي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، الناس اللي عملتني عارفاني وانا عارف نفسي قبل الناس، عارف نفسي وعارف اخلاقي، تمام. هحارب لاخر نفس، لو هزحف قسما بالله لو هاخدها زحف، الاتنين دول لو اتقطعوا فيها مشاكل اهي، لو اتقطعوا هزحف عشان اوصل اللي انا عاوزه، وهوصل له بفضل الله لاخر نفس في عمري،
بدون ما اضر ديني ولا اضر بلدي. السلام عليكم.